السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سلامة وفي سعادة وسرور وهناء. النهارده ان شاء الله هنبتدي سلسلة جميلة جدا، سلسلة جديدة جدا، سلسلة شيقة، سلسلة ممتعة، سلسلة المفروض كلنا نعرفها، سلسلة مجموعة من الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن اعلام محافظات مصر. كوبايتك المتينة ويلا بينا. قبل ما ندخل على المحافظات لازم نعرف ان العلم مصر الحالي اعتمد عام 1984 الشكل الحالي، وده هو العلم الوطني بتاع مصر. رحت اي مكان وشفت العلم ده هتعرف ان العلم ده علم مصر واللي ماسكه مصري. بشكل عام المصريين القدماء اقدم امه في التاريخ البشري اللي استخدمت الرايات والاعلام عشان تكون رمز وطني ليها. ده اللي شفناه في المعابد المصريه والمنقوش على النقوشات في المعابد دي، اللي بتوضح وتبين ان المصري القديم كان بيستخدم الرايات اثناء الاحتفالات والحروب كرمز وطني له. اما بقى شكل العلم المصري فهو اتطور على مر العصور والازمنه والانظمه الحاكمه، ومر باشكال كتيره جدا. في البدايه بقى هنبدا بعاصمه مصر محافظه القاهره. نبدا بقى بعاصمه مصر وهي محافظه القاهره. علم محافظة القاهرة وهي الراية الرسمية لمحافظة القاهرة، هو عبارة عن صورة لجامع الأزهر مكتوب كده في قاعدة المسجد القاهرة، وخلف المسجد بيوجد ويظهر شمس ساطعة بتدل ان الجامع الأزهر ده هو منارة الإسلام في العالم أجمع، ومركزه فين؟ في مصر. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، محافظة جديدة،